أرحب بكم سيداتي سادتي. أود أن أتحدث لكم اليوم عن موضوع أعتبره مهما، وكنت قد تحدثت عنه باللغة الآشورية قبل عدة سنوات، ولكن الآن ارتأيت أن أسجله باللغة العربية لتكون الفائدة أعم. والموضوع هو عن الآشوريون في الكتاب المقدس. سأحاول التحدث عن هذا الموضوع بكل صراحة وشفافية بعيدا عن التعصب والانحياس، وسأذكر النصوص كما وردت في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، سواء تلك التي تنم عن المدح والتمجيد للآشوريين أو التي تكيل لهم الذم والإهانة. ومن الممكن أن لا يعجب للبعض هذا الجانب أو ذاك مما سيأتي في هذا الشريط، لكني أحترم كل الآراء ووجهات النظر. لقد ذكر الآشوريون في مواضع عديدة من كتب العهد القديم، حيث جاء ذكرهم أكثر من 150 مرة. وأول ذكر لهم ورد في سفر التكوين، الذي هو الكتاب الأول من القسم الأول من كتب العهد القديم، والذي يسمى بالتوراة، والذي هو عبارة عن الكتب الخمسة الأولى والتي تنسب لموسى النبي. جاء في ذلك السفر في معرض الحديث عن مملكة نمرود بن كوش الأولى ما يلي: وقد تكونت مملكته، أي مملكة نمرود، أول الأمر من بابل وأوروك وأكت وكلنا في أرض شنعار. ومن تلك الأرض خرج آشور وبنى مدن نينوى ورحابوت عير وكالح ورسن الواقعة بين نينوى وكالح، وهي المدينة الكبيرة. تكوين الفصل 10 العدد 10 إلى 12. وهنا يجب أن أذكر أن في بعض الترجمات من الكتاب المقدس، بدلا من ومن تلك الأرض خرج آشور وبنى مدن نينوى ورحابوت وإلى آخره، هناك ومن تلك الأرض خرج إلى آشور وبنى نينوى ورحابوت، أي كأنه يقول بأن نمرود نفسه خرج. هناك هاتين النسختين أذكرهما لكي لا يشك أو يتشكك في الأمر بعض المستمعين. ويستطرد الكتاب المقدس ليبين أصل آشور، فيؤكد حقيقة كونه ابن سام الذي هو الابن الأكبر لنوح، ويقول: وأنجب سام أخو يافث الأكبر أبناء، ومنه تحدر بني عابر. أما أبناء سام فهم عيلام وآشور وأرفكشات ولوط وآرام. سفر التكوين الفصل 10 العدد 21 و22. ويقدم لنا العهد القديم الأمة الآشورية في 3 أدوار مختلفة ومتميزة. يعني الكتاب المقدس يتحدث عن الآشوريين في هالمرات الكثيرة التي يذكرهم، يقدمهم لنا وهم يؤدون 3 أدوار مختلفة. الدور الأول هو كونهم القوة التي استخدمها الله في عقابه وتأديبه لشعبه إسرائيل.
والدور الثاني هو أن آشور مثال الإنسان الذي تقوده نجاحاته وانتصاراته إلى الغرور والتكبر والتطاول على الله فيسقط نتيجة ذلك. أما الدور الثالث فهو يقدم لنا الأمة الآشورية كمثال رائع للإيمان والتوبة الصادقة. وعلاوة على هذه الأدوار يعطي دورا آخر حددته نبوات العهد القديم وذكره يسوع المسيح نفسه في العهد الجديد، وسنذكره لاحقا. أما الآن فلنتحدث بصورة تفصيلية عن كل من هذه الأدوار. الدور الأول: الآشوريون قوة الله المعاقبة والمؤدبة لإسرائيل. بعد ما خلص الله شعبه من عبودية المصريين بقيادة موسى النبي وحماهم أثناء سيرهم نحو أرض الميعاد كما يذكر لنا الكتاب المقدس، أبرم معهم عهدا بأن يكون معهم ويكون إلههم إذا ما هم بقوا أمينين له وقبلوا وصاياه وقاموا بتطبيقها بصورة أمينة، فعندها سيكون إلههم وسيحميهم دائما. وهم قبلوا ذلك وتعهدوا بأنهم سيطبقون كل ما يأمرهم به الله، ففتح أمامهم بقيادة يشوع بن نون مدن وقلاع أرض كنعان التي قيل أنها تدر لبنا وعسلا والتي تسمى أرض الميعاد، فدخلوها واستقروا فيها، وبعث لهم أنبياء يهدونهم وأقام لهم قضاة يحكمون بينهم بالعدل والبر. لكن بعد مدة نراهم لا يرضون بحكم الله ويحاولون أن يقيموا حكم أنفسهم، فيطلبون من الله بواسطة صموئيل النبي أحد الأنبياء الذين أرسلهم له وهو كان أيضا قاضيا، يطلبون منه أن ينصب عليهم ملكا. فيقول: اجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل في الرامة وقالوا له: هو ذا أنت قد شخت وابناك لا يسلكان في طريقك، فالآن اجعل لنا ملكا يحكم علينا كسائر الشعوب. هم رأوا بقية الشعوب لهم ملوك يحاربون عنهم وإلى آخره، فأرادوا هم أيضا أن يكون لهم ملك يحكم عليهم. فاستاء صموئيل من طلبهم تنصيب ملك عليهم ليحكم بينهم. سفر صموئيل الأول الفصل 8 العدد 4-6. طبعا هذا الشيء لم يرق لصموئيل، فهو اعتبره رفضا له ولدوره كقاض، فصلى إلى الرب وعرض طلب الشعب على الله، فأجابه الله بأن يصغي لطلبهم مبينا له بأنهم لا يرفضونه هو بل يرفضون الرب نفسه. فالله قال أنه ما يرفضك أنت، لا يبقى بالك، لا تحزن، إنهم يرفضونني أنا. فيقول النص: وصلى صموئيل إلى الرب فقال الرب لصموئيل: لبي للشعب طلبه وانزل عند رغبتهم، لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا، لكي لا أملك عليهم، وهم يعاملونك الآن كما عاملوني منذ أن أصعدتهم من ديار مصر إلى هذا اليوم، إذ تركوني وعبدوا آلهة أخرى. والآن لبي طلبهم، ولكن
أخبرهم وحذرهم مما سيجريه الملك المتسلط عليهم من قضاء. صموئيل، سفر صموئيل الأول العدد الثامن، الفصل الثامن العدد السادس إلى الثامن. بين صموئيل للشعب الثمن الباهظ الذي سيكلفهم الملك والمتاعب التي سيواجهونها للوفاء بواجباتهم تجاهه وتجاه المؤسسة الملكية، إلى حد أنهم سيصيرون مثل العبيد له، حيث قال: اسمعوا، هذا ما سيعمله الملك بكم: يجند أبناءكم ويجعلهم فرسانا وخداما وجنودا يركضون أمام مركباته، ويجعلهم يحرثون حقوله ويحصدون غلاته ويصنعون أسلحته ومركباته الحربية، ويأخذ من بناتكم ليجعل منهن طباخات وخبازات وصانعات عطور، ويستولي على أجود حقولكم وكرومكم وزيتونكم ويهبها لعبيده، وحينها تستغيثون بالرب من جور ملككم الذي اخترتموه أنتم لأنفسكم، وحينها لن يستجيب الرب لكم. صموئيل الأول أيضا الفصل الثامن العدد 11 إلى 18. لكن الشعب اليهودي رفض كلام صموئيل وأصر على طلبه بأن يقيم لهم ملكا، حيث يقول: فرفض شيوخ الشعب أن يسمعوا لصموئيل وقالوا: كلا، بل يملك علينا ملك، ونكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب، فيقضي بيننا ويكون قائدنا ويحارب حروبنا. صموئيل الأول الفصل الثامن العدد 19 والعشرين. فاستجاب الرب لطلبهم وأمر صموئيل بإقامة ملك عليهم. فيقول: فسمع صموئيل كلامهم وردده على مسامع الرب، فقال الرب: اسمع لهم وأقم ملكا عليهم. صموئيل الأول الفصل الثامن أيضا من العدد 21 و22. بهذا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ بني إسرائيل، صار لهم ملك مثل بقية الشعوب، أصبح لهم ملكا وملوكا يتسلطون عليهم ويفرضون عليهم الضرائب ويجندون أبنائهم ويستخدمونهم كعبيد من أجل المحافظة على مصلحتهم ومصلحة المؤسسة الملكية. ويظهر هذا جليا عند وفاة الملك سليمان، حيث اجتمع الشعب لتمليك ابنه رحبعام ابن ملك سليمان. فقالوا له، لرحبعام ابن ملك سليمان: إن أباك جعلنا نعاني كثيرا، حيث عاملنا بصورة استعبادية واستبدادية وبقسوة، وطلبوا من رحبعام أن يخفف عنهم هذا النير، حيث يقول الكتاب، كتاب ملوك الأول في الفصل 12 العدد 3 إلى 4: ثم جاءوا جميعا إلى رحبعام وقالوا له: أبوك ثقل نيره علينا، فخفف الآن من نيره الثقيل ومن عبوديته الشاقة فنخدمك. لكن رحبعام الملك لم يقبل طلبهم، بل أجاب بأنه سيزيد الثقل عليه أكثر من والده، وكلمهم بكلام جاف كما نصحه الفتيان قائلا لهم: أبي ثقل نيركم وأنا سأزيد عليه، سأزيد على ثقل أبي. أبي أدبكم بالصياط وأنا سأؤدبكم بصياط شوكية، يعني أكثر من أبي. هذا مذكور في سفر الملوك الأول العدد 12 الفصل 12 العدد 13 إلى 14. هنا بدأ الصراع من أجل السلطة.
طبعا بعد ما صار لهم ملوك وبدأ الملوك يفرضون الضرائب عليهم ويستخدمونهم لحروبهم ولمصالحهم ويقسون عليهم، بدأت الصراعات من أجل السلطة والملك. فصارت كل عشيرة من العشائر أو الأسباط من بني إسرائيل يريدون الملك من عندهم، فحدثت انقسامات وحدثت صراعات، وبدأوا بالتآمر على ملوك بعضهم بعضا، وحاولة قتل ملوك الملك الذي يتبع العشيرة الأخرى، حتى أدى هذا الصراع إلى انقسام بني إسرائيل إلى مملكتين متعارضتين، إحداهما في الشمال وسميت مملكة إسرائيل وعاصمتها في السامرة، مدينة السامرة، والأخرى في الجنوب وسميت مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم. مملكتين، واحدة باسم إسرائيل واحدة باسم يهوذا. وحظى الأمر بالملوك سواء في مملكة إسرائيل أو مملكة يهوذا في الكثير من الأحيان إلى عمل الشر والدوس على وصايا الإلهية من أجل المحافظة على مصلحة المؤسسة الملكية وهيبتها. فقام بعض الملوك بالتزوج من نساء من الأمم المجاورة من أجل كسب مودة ملوكها وزيادة أموالهم وسطوتهم، وأقاموا نصب لآلهة تلك الشعوب الوثنية، وأمروا بتقديم القرابين والذبائح لها إرضاء لهم، مثل ما فعل سليمان حين تزوج نساء من الأمم الغريبة مثل المصريين والمؤابيين والعمونيين والأدوميين والصيدونيين والحثيين، أي من الأمم التي كان الله قد حذرهم من الاختلاط بها لئلا تميل قلوبهم إلى آلهتها. فيقول: وأحب الملك سليمان فضلا عن ابنة فرعون نساء غريبات من المؤابيين والعمونيين والأدوميين والصيدونيين والحثيين، ومن الأمم التي عناها الرب في قوله لبني إسرائيل: لا تختلطون بهم ولا يختلطون بكم، فهم سيميلون قلوبكم إلى آلهتهم. وفي زمن شيخوخته الملك سليمان أمالت زوجاته بقلبه إلى آلهة غريبة، فلم يكن قلبه مخلصا للرب إلهه كما كان قلب داود أبيه، فبنى في الجبل الذي قبالة أورشليم معبدا لكموش إله مؤاب ولمولك إله بني عمون، وكذلك بنى معابد لآلهة جميع نسائه الغريبات حتى يحرقن البخور أمامها ويقدمن الذبائح لها. سفر الملوك الأول الفصل 11 العدد من 1 إلى 8. وبسبب كل هذه التجاوزات اللي كان الملوك ملوك إسرائيل أو ملوك يهوذا يقومون بها، قام الرب بمعاقبتهم، عاقبهم الله بين الفترة وأخرى حتى يعودوا ويرجعوا إلى طريق الصواب. واستخدم الله لهذا الغرض الأمم المجاورة لهم، وخاصة الأمة الآشورية التي دعاها قضيب يده الذي به يعاقب شعبه المنافق والكافر. فيقول: آشور قضيب غضبي وعصى غيظي، أرسله إلى أمة كافرة، أي أمة إسرائيل، وأطلقه في شعب أغاظني، ليسلبوا ثروتهم وينهبوا أرزاقهم ويدوسوهم كما يداس وحل الأزق. كلام
ثقيل. هذا مذكور في سفر إشعيا الفصل 10 العدد 5 و6. فنتيجة قيام الملك مثلا فقح بن رمليا ملك إسرائيل، ملك مملكة إسرائيل الشمالية في السامرة، بفعل الشر أمام الرب، غزا الملك الآشوري تغلد بلاسر الثالث الذي حكم بين 745 إلى 727 قبل الميلاد، غزا مملكة إسرائيل وسبى أهلها إلى بلاد آشور وأخذهم إلى بلاد آشور. فيقول في السنة 52 لعزريا ملك يهوذا ملك فقح بن رمليا على إسرائيل، بينما كان عزريا ملك يهوذا ملك مملكة الجنوب، كان فقح بن رمليا على إسرائيل في السامرة 20 سنة، وفعل الشر في نظر الرب، وما حاد عن خطايا يربعام بن نباط الذي جعل شعب إسرائيل يخطأ، الملك الذي قبله. وفي أيامه جاء تغلت فلاسر ملك آشور واحتل مدن عيون وآبل بيت معكا ويانوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وجميع أرض نفتالي، وسبى سكانها إلى آشور. هذا مذكور في سفر ملوك الثاني الفصل 15 الأعداد 27 إلى 29. لكننا نرى تغلت بلاسر من الناحية الأخرى يساعد الملك آحاز ملك يهوذا عندما يرسل إليه هذا طالبا منه بكل تذلل أن يساعده للتخلص من راسين ملك آرام. مملكة آرام كانت في منطقة دمشق شمال فلسطين، مملكة صغيرة، ملكها راسين، وملك الذي ذكرناه سابقا ملك إسرائيل فقح بن رمليا. هذين الملكين ملك راسين ملك آرام وفقح ملك إسرائيل اتفقا على ضد مملكة يهوذا الذي كان ملكها عند ذاك آحاز. فهذا آحاز فحاصرها طبعا مدينة أورشليم، آحاز أرسل إلى تغلت بلسر ملك آشور بأن يساعده ويخلصه من هذين الملكين رصين ملك آرام وفقح ملك إسرائيل، وسيعطيه طبعا جزية كبيرة يعني. فما كان من تغلت بلاسر إلى أن يزحف على دمشق ويحتلها ويزبي سكانها إلى قير ويقتل ملكها رصين، حيث يقول الكتاب: وهاجم راسين ملك أرام وفقح بن رمليا ملك إسرائيل مدينة أورشليم وحاصرها. فأرسل آحاز ملك يهوذا إلى تغلت بلاسر ملك آشور يقول: أنا عبدك وابنك، تعال وخلصني من ملك آرام ومن ملك إسرائيل. وأخذ آحاز كل ما وجد من الفضة والذهب في هيكل الرب وخزائن قصر الملك وأرسلها هدية إلى ملك آشور. طبعا أعطاه رشوة حتى يأتي مقابل أنه يأتي ويخلصهم من هذين الملكين. فلبى ملك آشور طلبه وزحف على دمشق فاحتلها وسبى سكانها إلى قير وقتل الملك رصين. هذا مذكور في سفر ملوك الثاني الفصل 16 الأعداد من 5 إلى 9. وفي وقت آخر نرى كيف حارب الملك شلمنصر الخامس الذي ملك بين 727 و 722 قبل الميلاد طبعا.
فيحارب هذا، حارب شلمنصر الخامس الملك هوشع بن أيلة ملك السامرة أيضا، فخضع له هذا طبعا هوشع ودفع إليه الجزية، ولكن بعد ذلك حاول أن يتحرر من سلطته فوقف عن دفع الجزية هوشع لشلمنصر الجزية السنوية، حيث تقوى بملك مصر سوى كان ملك هوشع عمل معاهدة مع سوى ملك مصر وتقوى به، لذلك توقف عن دفع الجزية وتمرد على ملك آشور، على الملك شلمنصر الخامس. لكن شلمنصر قبض عليه، طبعا ذهب إليه وقبض عليه وارسله مقيدا إلى السجن. لمن؟ لهوشع. ثم غزا أرض إسرائيل وحاصر السامرة 3 سنين واحتلها، وسبى شعب إسرائيل إلى آشور وأسكنهم في حلح وفي جوزان عبر نهر الخابور وفي مدن ماداي أي شمال إيران، وكان ذلك بين عامي 727 و 722 قبل الميلاد، حيث يقول الكتاب: في السنة 12 لأحاس ملك يهوذا ملك هوشع بن أيلة في السامرة على إسرائيل 9 سنين، وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كملوك إسرائيل الذين كانوا قبله. فصعد عليه شلمنصر ملك آشور فصار له هوشع عبدا ودفع له الجزية. ووجد ملك آشور في هوشع خيانة بعد ذلك طبعا، لأنه أرسل رسلا إلى سوى ملك مصر ولم يؤدي جزية إلى ملك آشور مثل السنين الماضية، فقبض عليه ملك آشور وأوثقه وبعثه إلى السجن. وصعد شلمنصر على كل الأرض وصعد إلى السامرة وحاصرها 3 سنين. وفي السنة 9 لهوشع أخذ ملك آشور السامرة وسبى إسرائيل إلى آشور وأسكنهم في حلح وخابور نهر جوزان وفي مدن ماداي. شوف هاي شلمنصر هالمرة هذه كل سكان مملكة إسرائيل التي كانت عاصمتها سامرة. ومملكة إسرائيل على فكرة كانت تشتمل على 10 أسباط من 12 سبطا لليهود. أما مملكة يهوذا في الجنوب فكانت فقط متكونة من السبطين الآخرين يعني السبط يوسف وبنيامين. أما الأسباط أو الأسباط الأخرى 10 الأخرى فكانت ضمن مملكة إسرائيل. فهذه الأسباط 10 سباها شلمنصر وأخذها رحلها إلى هالمناطق هذه في الإمبراطورية الأشورية. لهذا طبعا اليهود كانوا يكرهون الآشوريين، لأنهم كانوا يقولون بأن الآشوريين صاروا سبب لضياع 10 أسباط من بين 12 سبطا الذي كان يكون الشعب اليهودي. وهذا مذكور في سفر ملوك الثاني الفصل 17 الأعداد من 1 إلى 6. واستوطن الآشوريون في إسرائيل. طبعا بدل هالشعب هذا اللي أخذهم شلمنصر من إسرائيل ورحلهم إلى مناطق مختلفة من الإمبراطورية الآشورية، جاب أو أتى بأناس آخرين أسكنهم مكانهم حتى لا تبقى الأرض فارغة، حيث يقول الكتاب: وجلب ملك آشور بقوم من بابل وكوث وعوى وحماه وسفروائيم
وأسكنهم في مدن السامرة عوضا عن بني إسرائيل، فامتلكوا السامرة وسكنوا في مدنها، منطقة سامرة كلها وفي مدنها. هذا مذكور في سفر الملوك الثاني الفصل 17 العدد 24. وأرسل الملك كهنة من المزبيين من بني إسرائيل ليعلموا الآشوريين أو سكان بني آشور الذين أرسلهم الملك إلى سامرة، ليعلموهم عبادة الرب رب الأرض، بناء على طلبهم لاعتقادهم بأن سبب افتراس الأسود وفتكهم بهم هو عدم معرفتهم إرضاء إله تلك المناطق. يعني عندما ذهب هذا الشعب الغريب وسكن في منطقة السامرة، رأوا أنه هناك كان في أسود، كانت غابات، كانت جبال مليئة بالحيوانات المفترسة، فكانت الأسود والحيوانات المفترسة تهاجم قراهم مكاناتهم وتفترس بنيهم وتضر بهم، فكانوا فكروا أنه هذا يأتي عليهم بسبب أنهم لا يعرفون كيف يرضون آلهة المنطقة، لأن الناس قديما كان يعتقدون أن كل منطقة لها إله يجب على الإنسان أن يرضيه لكيما هذا الإله يحميه من كل هذه البلايا وهذه المخاطر الطبيعية. فيقول الكتاب: وكان في ابتداء سكنهم، سكن هؤلاء الشعوب المختلفة في إسرائيل، هناك أنهم لم يتقوا الرب رب المنطقة، يعني رب إسرائيل، فأرسل الرب عليهم السباع فكانت تقتل منهم فكلموا ملك آشور قائلين: إن الأمم الذين سبيتهم وأسكنتهم في مدن السامرة لا يعرفون قضاء إله الأرض، فأرسل عليهم السباع فهي تقتلهم، لأنهم لا يعرفون قضاء إله الأرض، ما يعرفون كيف يتعاملون معه. فأمر ملك آشور قائلا: ابعثوا إلى هناك واحدا من الكهنة الذين سبيتموهم من هناك، يعني يهودي، كهن يهودي، فيذهب ويسكن هناك ويعلمهم قضاء إله الأرض، إله تلك الأرض. فأتى واحد من الكهنة الذين سبوهم من السامرة وسكن في بيت إيل وعلمهم كيف يتقون الرب. أي رب؟ رب اليهود، رب إسرائيل. عفوا. هذا مذكور في سفر ملوك الثاني الفصل 17 الأعداد 25 إلى 28. وبمرور الزمن ترك أولئك الناس آلهتهم، الناس اللي جو من بابل ومناطق مختلفة من آشور وسكنوا هناك، تركوا آلهتهم الأصلية وعبدوا إله إسرائيل، تعودوا على الديانة الجديدة اللي علموهم إياها، فأصبحوا من أتباع الديانة اليهودية. ولكن اليهود لم يعتبروهم أتباع دينهم لكونهم من أصول أخرى، مو أصلهم يهودي، ما هم من أبناء الأسباط 12، لذلك لم يكونوا يختلطون بهم. وهذا نشوفه يظهر عندما في الإنجيل مذكور عندما طلب يسوع من المرأة السامرية أن تعطيه ماء ليشرب، فقالت: كيف تطلب مني أنا امرأة سامرية ماء لتشرب وأنت رجل يهودي؟ لأن اليهود لا يخالطون السامريين. هذا مذكور طبعا في إنجيل يوحنا. فيقول: فأتى يسوع إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، وكانت هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هناك على البئر، وكانت نحو الساعة 6 من النهار، يعني الساعة 12 الظهر، لأنه الحساب الساعات كان يبدأ أنذاك من الساعة 6 صباحا من بداية شروق الشمس، فالسادسة من النهار تقابل تقريبا الساعة 12 لليوم.
فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع أعطني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما، فيسوع كان وحده هناك ينتظرهم. فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ فإن اليهود لا يتعاملون مع السامريين. هذا مذكور في يوحنا، إنجيل يوحنا الفصل 4 الأعداد 5 إلى 9. كيف واحد يسأل يقول كيف عرفت المرأة أنه هذا ليس سامري إنما يهودي هو؟ طبعا من لهجته ومن لباسه. فكانوا السامريون أو اليهود المستهودون، مثل ما نقول مثل العرب المستعربون، اليهود المستهودون يعني أبناء أولئك الذين أتى بهم شلمنصر من مناطق مختلفة من آشور ووضعهم هناك. هؤلاء كانوا كانت لهم أزياء تختلف عن اليهود، وأيضا لهجتهم كانت تختلف. من هذا كان يعرف بعضهم بعضا. لهذا عرفته السامرية، عرفت يسوع أنه ليس سامريا إنما هو يهودي. هذا بعض شيء قليل من كثير. طبعا هناك عشرات من الأمثلة مما عمله الآشوريون بشعب إسرائيل طيلة تلك السنين الطويلة من حكم الآشوريين على منطقة الشرق الأوسط. هذا الدور الأول الذي يقدمه لنا الكتاب المقدس. أما الدور الثاني الذي يعطيه للآشوريين فهو الآشوريون مثال التكبر والتطاول على الله. يمكن قسم من عندنا نحن الآشوريين ما يعجبهم هذا، ولكن هذا يجب أن نكون موضوعيين. هذا مذكور، مثلما نقبل الأدوار الأخرى التي تمدح بنا يجب أن نقبل أيضا الأدوار الأخرى التي تذمنا. قليلون هم الذين يصمدون أمام تجربة الغرور بعدما يحققون إنجازات عظيمة وانتصارات متلاحقة ونجاحات متكررة، لأن الكثير من البشر يسقطون أمام هذه التجربة فيتكبرون ويتجبرون ويجدفون على الله ويتطاولون عليه. ففي عصرنا الحاضر هناك الملايين من البشر الذين غرتهم الإنجازات العلمية والاختراعات التكنولوجية العظيمة التي حققتها البشرية في أيامنا، فشرعوا ينكرون، ياما أكثرهم ينكرون وجود الخالق ويستهزئون بمن يؤمن بالله والكتب المقدسة، معتبرين إياه متخلفا وجاهلا، معلنين بكل صراحة وجرأة وجسارة بأنهم لا يؤمنون إلا بالعلم والإنجازات العلمية والتكنولوجيا العظيمة. تقريبا 70% من الناس في هذا البلد الذي نحن فيه السويد لا يؤمنون بالله إلا ما يؤمنون فقط بالعلم وينكرون الله. وهذا الغرور أصيب به الآشوريون أيضا نتيجة الانتصارات الكبيرة التي حققوها على كل الأمم الأخرى. وهذا معروف طبعا، عرفناه ليس فقط من الكتاب المقدس ولكن أيضا من الألواح والتماثيل وغيرها من الكتابات المكتوبة والتي عثروا عليها الآثاريين المنقبين. فنراهم وسنرى كيف أنه يجدفون كانوا على إله إسرائيل، على الرب الصباؤوت. فمثلا يقول كتاب ملوك في العدد 18 يذكر يقول: ثم وقف يتحدث عن كيف في إحدى الغزوات التي حاصر بها الجيش الآشوري، حاصر أورشليم،
كيف يقول هو ثم وقف ربشاقة أي معاون رئيس أركان الجيش ونادى بصوت عظيم باليهودية وتكلم قائلا: اسمعوا كلام. يقول لي الجنود الموجودين كانوا على سور أورشليم: اسمعوا كلام الملك العظيم ملك آشور، لا يخدعكم حزقيا. حزقيا كان ذاك الوقت ملك يهوذا، كان في أورشليم، لأنه لا يقدر أن ينقذكم من يده، ولا يجعلكم حزقيا تتكلون على الرب قائلا: إنه حتما ينقذنا، ولن يستولي ملك آشور على هذه المدينة. لا تسمعوا لحزقيا، لأنه هكذا يقول ملك آشور: اعقدوا معي صلحا واخرجوا إلي، وكلوا كل واحد من جفنته وكل واحد من تينته، واشربوا كل واحد من ماء بئره، حتى آتي وآخذكم إلى أرض كأرضكم، أرض حنطة وخمر، أرض خبز وكروم، أرض زيتون وعسل، وحيوا ولا تموتوا ولا تسمعوا لحزقيا، لأنه يغركم قائلا: الرب ينقذنا. هل أنقذ إلهه؟ هل أنقذت آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك آشور؟ يذكرهم، يقول آلهة الشعوب الأخرى التي هاجمها الآشوريون وأخذوها وسبوها، هل آلهتهم حمتهم من يد ملك آشور؟ أين آلهة حمات وأرفات؟ أين آلهة السفروائيم وهينع وعوة؟ يذكر كل الشعوب التي غزوها واحتلوها. هل أنقذوا السامرة من يدي؟ من آلهة تلك الأراضي أنقذ أرضهم من يدي حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي؟ هذا مذكور في سفر الملوك الثاني العدد 18، سفر الملوك الثاني الفصل 18 الأعداد 22 إلى 35. لكن حزقيا ملك يهوذا لم يفقد ثقته بالرب، بل التجأ إلى الرب وتوسل إليه بكل تذلل واتضاع وإيمان، طالبا أن ينقذهم من يد سنحاريب الملك الآشوري. في هذا الوقت كان سنحاريب الملك الآشوري وجيشه. فنظر الرب إلى صلاة وإيمان واتضاع حزقيا وأعلمه بواسطة النبي إشعيا بأنه سينقذهم. طبعا حزقيا في هذا الوقت، حيث أن جيش سنحاريب الملك يحاصر أورشليم ويهددها، كان الملك حزقيا في الداخل راكعا يصلي ويتضرع إلى الرب، إلى ربه إلهه أن ينقذهم. فيقال أنه ألهم الله النبي إشعيا الذي كان هناك بأن يقول للملك، فذهب إلى الملك وقال له: كن مطمئنا أن الله سمع صلاتك وسينقذك. حيث يقول: وصلى حزقيا أمام الرب قال: أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم، أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض، أنت صنعت السماء والأرض. أمل يا رب أذنك واسمع، وافتح يا رب عينيك وانظر، واسمع كلام سنحاريب الذي أرسله ليعير الله الحي. حقا يا رب إن ملوك آشور قد خربوا الأمم وأراضيهم، ودفعوا آلهتهم إلى النار، ولأنهم ليسوا آلهة بل صنعت أيدي الناس خشب وحجر فأبادوهم. والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب الإله وحدك. فأرسل إشعيا بن عاموس إلى حزقيا قائلا: هكذا قال الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحاريب ملك آشور، قد سمعت. الله سمع، قال إشعيا لي حزقيا أن الله سمع صلاتك.
هذا مذكور في سفر ملوك الثاني الفصل 19، الأعداد من 15 إلى 20. لكن سنحاريب تمادى في غيه وغطرسته وتطاول على الرب الإله وعلى حزقيا، مرسلا رسائل تهديد لحزقيا وإهانة للرب الإله. فيقول: وبينما كان سنحاريب وجيشه يحاصرون لخيش، أرسل سنحاريب ملك آشور عبيده إلى أورشليم، إلى حزقيا ملك يهوذا وإلى كل أهل أورشليم، يقولون: هكذا يقول سنحاريب ملك آشور: على ماذا تتكلون وتقيمون في الحصار في أورشليم؟ أليس حزقيا يغويكم ليدفعكم للموت بالجوع والعطش قائلا: الرب إلهنا ينقذنا من يد ملك آشور؟ أليس حزقيا هو الذي أزال مرتفعاته، يعني مرتفعات ملك الله نفسه، ومذابحه، وأمر يهوذا في وأورشليم قائلا: أمام مذبح واحد تسجدون وعليه توقدون؟ أما تعلمون ما فعلته أنا وآبائي بجميع شعوب الأرض؟ فهل قدرت آلهة الأراضي أن تنقذ أرضها من يدي؟ من جميع آلهة هؤلاء الأمم الذين حرمهم آبائي استطاع أن ينقذ شعبه من يدي حتى يستطيع إلهكم أن ينقذكم من يدي؟ والآن لا يخدعنكم حزقيا ولا يغوينكم، ولا تصدقوه، لأنه لم يقدر إله أمة أو مملكة أن ينقذ شعبه من يدي ويد آبائي. فكم بالحري إلهكم لا ينقذكم من يدي. وتكلم عبيده أكثر ضد الرب الإله، عبيد ملك سنحارب الذين أرسلهم إلى حزقيا، ضد الرب الإله وضد حزقيا عبده. وكتب رسائل لتعيير الرب إلى إسرائيل وللتكلم ضده قائلا: كما أن آلهة الأراضي لم تنقذ شعوبها من يدي، كذلك لا ينقذ إله حزقيا شعبه من يدي. وصرخوا بصوت عظيم باليهودية إلى شعب أورشليم الذين على السور لتخويفهم وترويعهم لكي يأخذوا المدينة، لكي يسلموهم يعني المدينة. وتكلموا على إله أورشليم كما على آلهة شعوب الأرض صنعت أيدي الناس. يعني آلهة الشعوب كانت صنعت أيدي الناس، كانت أوثان، أصنام، ليست مثل إله إسرائيل اللي كان الرب الإله الخالق. هذا مذكور في سفر أخبار الثاني، أخبار الأيام الثاني، الفصل 32، الأعداد من 9 إلى 19. وكانت النتيجة أن الرب عاقب سنحاريب، فتحقق كلام إشعيا بأن الرب سمع صوت حزقيا وأمره أن لا يسلم، فالرب سينقذه. وكانت النتيجة أن الرب عاقب سنحاريب وجيشه وخلص حزقيا وأورشليم من شرهم وبطشهم، لأنهم التجأوا إليه بإيمان وثقة وانسحاب قلب، بالرغم من أنهم كانوا قبل حزقيا كان أهان الله، ولكن تاب وتضرع وتوسل وتواضع بانسحاق قلب. فيقول الكتاب: وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش آشور 185,000. ولما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثث ميتة، فانصرف سنحاريب ملك آشور وذهب راجعا وقام في نينوى. يعني بالليل مات 195,000 من الجيش الآشوري المحاصر للمدينة. صباحا عندما نهضوا الملك وقسم من جيشه الذي لم يمت، رأوا أن أصدقائهم موتى، فانصرف سنحاريب وذهب راجعا وقام في نينوى، رجع إلى نينوى عاصمته. وفيما هو ساجد في يوم ما في بيت نسروخ إلهه، في يعني معبد نسروخ إلهه، ضربه ابناه أدرملك وشراصر
اثنين من أبناء نفسه، أبناء سنحاريب، قتلوه بالسيف وهو يعبد في معبد إله نسروخ، وهربا إلى أرض أرارات. قتلوا أبوهم وهربوا إلى أرض أرارات، فخلفه ابنه الآخر أسرحدون على العرش. هذا مذكور في سفر الملوك الثاني العدد 19، الفصل 19، الأعداد 35 إلى 37. وكان إشعيا قد تنبأ بذلك من قبل حين قال: ولكن حالما ينتهي الرب من عمله بجبل الصهيون فإنه سيعاقب ملك آشور على غرور قلبه وتشامخ عينيه، لأنه قال: بقوة ذراعي صنعت هذا، وبحكمتي لأني فهيم، ونقلت تخوم الشعوب، ونهبت ذخائرهم، وحطت ملوكهم كبطل. وكما تستحوذ يد الإنسان على العش، هكذا استحوذت يدي على ثروات الشعوب. وكما يجمع الإنسان البيض المهجور، هكذا جمعت الأرض بأسرها. ولم يجرؤ أحد أن يرفرف جناحا أو يفتح فما أو ينبس بهمسة. هل تتفاخر الفأس على من يقطع بها، أو يتكبر المنشار على من ينشر به؟ كأن القضيب يحرك رافعه، وكأن العصا تحرك من يمسكها. لذلك يرسل الرب القدير على سمانه هزالا. طبعا هذا القسم الأخير يقوله الكتاب المقدس، إشعيا النبي هذا. هل تتفاخر بعد ما يقول عن بفم ملك سنحاريب أنه عملت هيك وهيك وهيك وهيك، فعند ذلك يقول ملك إشعيا: هل تتفاخر الفأس على من يقطع بها؟ يعني يريد أن يقول بأنه ملك آشور فعل كل تلك الأمور بتلك الشعوب، ذلك بسماح من الله، أنه كان كما رأينا قضيب بيد الله يؤدب بهذا القضيب الشعوب التي تقوم ضد الله. فيقول: هل تتفاخر الفأس على من يقطع بها، أو يتكبر المنشار على من ينشر به؟ وكأن القضيب يحرك رافعه، وكأن العصا تحرك من يمسكها. يعني يا ملك آشور، الله هو الذي يجعلك تعمل هذا. لأجل هذا سيرسل الرب القدير على سمانه. سمان من؟ سمان ملك آشور، يعني على قواته السمينة القوية، هزالا. يرسل لهم زي يضعفهم، يجعلهم هزيلين، ويوقد تحت مجده وقيدا كوقيد النار، ويصير نور إسرائيل نارا، وقدوسه لهيبا، فيحرق ويأكل حسكه وشوكه، حسك وشوك الملك آشور، في يوم واحد، ويفني مجد آشور، ومجد وعره وبستانه، فيأكل حسكه وشوقه في يوم واحد، ويفني مجده وعره وبستانه النفس والجسد جميعا. يعني شوك وحسك آشور هو الذي سيفني مجد آشور، يحرق بساتينه بالنفس والجسد، فيكون كذوبان المريض. طبعا هذه نبوة، ونبوءات دائما هي صعبة للتفسير في الوهلة الأولى، طبعا كلها رموز وكلام غير مباشر واستعارة. فيكون كذوبان المريض، من؟ آشور الجبار. هذا مذكور في سفر إشعيا الفصل 10 الأعداد 12 إلى 18. هذا هو الدور الثاني. رأينا كيف أن سطوة وقوة وجبروت الآشوريين التي
جعلتهم يتكبرون ويتجبرون ويهينون ويتجرؤون حتى على الرب الإله، كيف أنهم بعد ذلك يسقطون. أما الدور الثالث فهو الآشوريون، مثال الإيمان الحقيقي والتوبة الصادقة. في عهد الملك الآشوري آشور ناصربان الثاني حوالي عام 862 قبل الميلاد، أراد الله أن يحفظ نينوى، لذلك أوعز إلى يونان النبي للذهاب إلى نينوى المدينة العظيمة لتنبيه أهلها على شرورهم وحثهم على التوبة والرجوع عنها، محذرا إياهم بتدميرها في حال عدم استجابتهم. فيقول: ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المنادات التي أنا مكلمك بها. فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام، فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد وينادي ويقول: بعد 40 يوما تنقلب نينوى، تخرب نينوى. هذا مذكور في سفر يونان النبي الفصل 3 الأعداد من 1 إلى 4. جاء رد النينويين. شلون ردوا النينويين على دعوة يونان هذا الذي كان غريب عن نينوى، يهودي. طبعا تعجب سكان نينوى، كيف ممكن يجرؤ يهودي أن يدخل نينوى ويصيح بصوت عال ويهدد، في حين أنه اليهود كان يخافون من الآشوريين وكان يخافون النظر إلى نينوى، فكيف يعمل هذا؟ ففهم ملك آشور وحكماؤهم أن هذا الأمر ليس من عند يونان نفسه، بل هو يصدق بأن الإله السماوات والأرض قد بعثه. انظروا هنا التغير العظيم. أين ذلك الجبروت وتلك العجرفة التي كانوا يتجاسرون بها على الله؟ وأين تجاوبهم الآن من دعوة الله عن طريق هذا الغريب، هذا الإنسان البسيط يونان؟ فجاء رد النينويين على تحذير يونان مدهشا بالفعل وفوق كل التوقعات، فقد آمنوا بالله على كلام يونان ونفذوا إيمانهم بالأعمال، فبدأوا بالصوم والتقشف وإماتة النفس، ومارسوا توبة حقيقية صادقة. ولم يقتصر ذلك على الشعب البسيط، ولكن حتى الملك نفسه آمن وقام بأعمال توبة رائعة ومدهشة لم يكن لأحد يتصورها وينتظرها من ذلك الذي لم يطأطئ يوما رأسه أمام أعتى الملوك، ولم تصمد أمامه أو أمام قوته وجبروته أقوى الممالك والجيوش. نراه الآن ينزل من عرشه ويخلع عنه رداءه الحريري اللين المريح المرصع بالذهب واللآلئ، رمز سلطته وجبروته وكبريائه، ويلبس رداء مزعجا وضيعا ومهينا منسوجا من شعر الماعز، ويجلس على الأرض فوق الرماد بدلا من عرشه المرمري المغطى بالذهب والأحجار الكريمة، معطيا بذلك المثال والقدوة الحسنة لجيشه وشعبه. ثم أمر الملك بأن ينادي المنادي في جميع أرجاء نينوى ويدعو الجميع كبيرا وصغيرا رئيسا ومرؤوسا إلى الصوم من الطعام والملذات وإلى التوسل والصلاة إلى الله، طالبين بكل تواضع وانسحاب بقلب المغفرة والصفحة على كل الشرور والعنف والظلم الذي
اقترفتها أياديهم، متعهدين بصدق وإخلاص أرجو عن طريق الشر والظلم إلى طريق الخير والعمل الصالح أمام الله. وهذا هو مثال عظيم للتوبة الحقيقية. فيقول الكتاب: فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم، وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد، ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا: لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتعظ بمسوح وليتغطى بمسوح الناس والبهائم، ويصرخوا إلى الله بشدة، ويرجع كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم. هذا مذكور في سفر يونان النبي الفصل الثالث الأعداد من 5 إلى 9. وجاء رد الرب، فالرب قابلة توبته. وجاء رد الرب الإله مؤيدا لآمال النينويين، إذ قبل توبتهم وغفر لهم ورجع عن قراره بتدمير المدينة وأهلها. فيقول الكتاب: فلما رأى الله أعمالهم وكيف رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. طبعا ندم الله لا يندم، ولكن هاي رمز. هو طبعا هذه طريقة بشرية للتعبير عن هذا الحدث، لأن نحن لا نؤمن أبدا بأن الكتاب المقدس منزل من السماء بحرفه وكلماته ولغته، لا، إنما نحن نؤمن أن الله ألهم وأوحى للأنبياء، لبعض الناس الذين اختارهم لكي ما يوصلوا شيئا من إرادته وتعليمه للناس، وبإنشائهم هم، وبأسلوبهم هم، وبكلماتهم هم، وبتعبيرهم هم، تعبير البشري. لذلك لا نخاف ولا نتأخر من أن نفسر هذه الكلمات، وأن نرى في الطبعات المختلفة للكتاب المقدس وباللغات المختلفة أساليب مختلفة للتعبير عن نفس الحقيقة. المهم أن الحقيقة، أن الرسالة هي تبقى مصانة، ولكن التعبير يختلف، المصطلحات ممكن أن تتغير، لكن المعنى يجب أن يحافظ عليه. وهذا مذكور في سفر يونان الفصل الثالث العدد 10. إن رد الرب هذا إن دل على شيء فهو يدل على حب الله وعنايته لكل الأمم، ليس فقط اليهود، لكل الأمم الذين يؤمنون وسيؤمنون به ويصدقون كلامه، وليس فقط لبني إسرائيل كما كانوا يمنون أنفسهم، لأن بني إسرائيل ويونان أيضا كان يعتقد بأن فقط لليهود حق أن يعرفوا الله الحقيقي، وفقط لهم الحق فقط أن يعتني بهم الله، وليس للأقوام الأخرى أن يطلبوا عناية الرب وأن يعرفوا الرب الحقيقي. لكن هذا الرد، رد الله الذي قبل توبة نينوى ووقف عن تدميرها، هذا الرد لم يرق ليونان، وجاء مخيبا لآماله، لأنه كان يأمل أن لا يقبل النينويون تحذير الله ويتوبوا ويغيروا سلوكهم فيقبل توبتهم ويرجع عن عزمه لتدمير نينوى، إذ أنه كان يريد أن يشفي غليله برؤية نينوى تدمر على رأس أهلها الآشوريين، لأنه كما الكثير من بني قومه
كانوا يعتقدون مثل ما قلت أن الآشوريين والأمم الأخرى هم أنجاس لا يستحقون أن يعرفوا الله الحقيقي ولا أن يحظوا بحبه وعطفه. لذلك رأيناه يحزن ويتذمر، وهذا هو السبب الذي جعله يرفض في البداية في المرة الأولى لما أمره الله أن يذهب إلى نينوى، أن يرفض بالذهاب إلى نينوى وحاول الهروب بعيدا عن فلسطين وعن نينوى، متجها إلى الغرب بدلا من الشرق، حيث أخذ سفينة كما يقول السفر يونان نفسه، أخذ سفينة وسافر بعيد نحو ترشيش في آسيا الصغرى، تركيا الحالية. فيقول الكتاب: فغم ذلك يونان غما شديدا، فاغتاظ وصلى إلى الرب وقال: يا رب، أليس هذا كان كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ يعني المرة الأولى. لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. هذا مذكور في سفر يونان الفصل الرابع الأعداد 1 و2. بهذا ضرب الآشوريين في نينوى مثالا رائعا للإيمان الحقيقي وللتوبة الصادقة النصوحة، مما حذا بالرب يسوع المسيح أن يمتدحهم عليها ويعطيهم دورا آخر سيقومون به في زمن الآخرة كما سنرى لاحقا. وقد قدم أحد أحفاد آشور ناصر بال بعد ذلك بما يقارب 10 قرون وصفا جميلا لتوبة أهل نينوى في مقال طويل يسمى ميمر أو ميامر مار أفرام. هذا المقال لهذا أحد أحفاد أو سلالة آشور ناصر بال يقرأ من قبل الآشوريين كموضوع للتأمل أثناء أحيائهم ذكرى صوم نينوى، ذكرى توبة نينوى، والتي نسميها باعوثة، أي طلبة، لما طلب الآشوريين في نينوى من الرب أن لا يدمر مدينتهم ويقبل توبتهم، هكذا يعمل الآشوريين، يذكرون هذا الحدث الجلل كل سنة. ويذكرون هذا الشيء في قبل 3 أسابيع من الصوم الكبير. وحفيد آشور هذا هو المعلم الكبير مار أفرام النصيبيني. وهنا اقتبس بعض الفقرات من هذا مقال طويل، نسميها ميامر، مقالات كثيرة طويلة، نقتبس بعض منها، حيث يقول: كاروز عبراني، طبعا مع موضوع كنثر وموزونة أيضا مقفاة. كاروز عبراني، طبعا باللغة الأشورية القديمة والآرامية. كاروز عبراني هز المدينة بأسرها، أعطى الويل بملء فمه وزرع الموت في مسامع أهلها. جال كاروز أو واعظ بسيط في مدينة جبابرة كسر صوته قلب الملك حين أعلن أن مدينتهم ستنقلب فوقهم. بكأس الغضب سقى سامعيه يأسا. سمعه الملوك واتضعوا ورموا تيجانهم وتنازلوا. سمعه الأحرار وارتعدوا ولبسوا المسوح وتواضعوا. سمع الشيوخ الموقرون وذروا الرماد فوق رؤوسهم. سمع الأغنياء وفتحوا كنوزهم أمام الفقراء. سمع أصحاب الديون وقدموا لهم الصدقات. سمع المستقرضون وتعهدوا أن لا يستتروا على أو ينكروا ديونهم. أوفى المستقرضون ديونهم والمقرضون عفوا عن دينهم. كل واحد بدأ يبدي المساعدة لأخيه باستقامة. لم يبقى هناك أحد يفكر في نفسه وفي الخداع بعدئذ. وهو مقال طويل جميل جدا، مكتوب مثل ما قلت وصف
مهول، وصف رائع لسيناريو الذي حدث في نينوى في تلك الأيام. وكذلك يستطرد هذا مارفرام ويصف الملك، ملك نينوى، حيث يشلح عنه الرداء كما قيل في سفر نينوى، ويتعطف بالمسوح ويوجه الكلام والنصح لعظماء نينوى ويحثهم على الصوم والتوبة على الشرور والمعاصي. فيقول مارفرام: اشلحوا وأرموا رداءكم، طبعا على لسان الملك، ملك آشور، ملك نينوى. اشلحوا وارموا رداءكم والبسوا المسوح، اكسروا وارموا الأقواس والتجئوا إلى الصلاة، احتقروا السيوف الواهية واختاروا الصوم النصوح، لأن حدة الصوم تقطع الإثم المخفي في مدينتنا. ليست الانتصارات التي حققتموها بالحروب شيئا، فالانتصار في الصراع الحالي مع الإثم هو أكبر من كل الانتصارات. كنت الأول، يقول ملك آشور، كنت الأول في خوض الحروب السابقة، وسأكون الأول في خوض هذه الحرب الضروس. تسلحوا مثلي يا قادتي الأعزاء. وقام الملك ونزع ثيابه ونزع مثله جميعهم، جميع قواته، وهرع الملك ولبس المسوح وفعل قواده مثله. فأضحى الآشوريون البهيون، يقول مارفرام، فأضحى الآشوريون البهيون البهيجون كالهنود فجأة، حيث تحولت هيئتهم بسبب المسح إلى السواد، لأن المسح كان معطفا منسوجا من شعر الماعز الأسود، ومن أيضا جلوسهم على الرماد. حملوا رمز يعقوب بالشعر الذي على المسح، ومثله أوهموا يونان وسرقوا النصر بالتوبة. يقارن بين ما فعله يعقوب في حينه، كيف أنه وضعت أمه عليه جلد معز وقدمته ليعقوب لإسحاق أبيه، الذي كان قد عمي، فعندما أراد أن يعطي بركته لابنه الكبير الذي كان عيسو، ولكن بهذه الطريقة قدرت أو استطاعت أمهم بأن تجعل إسحاق يعطي البركة ليعقوب بدلا من عيسو، لأنه عرفت أن عيسو لا يستحقه ولا يستطيع أن يتحملها، لأن عيسو كان إنسانا همجيا وبدائيا وغير عاقل. فيشبه حملوا رمز يعقوب بالشعر الذي على المسح، لأنه المسح هذا كان من شعر المعز. ومثله أوهموا يونان وسرقوا النصر بالتوبة، كما أوهم يعقوب أباه إسحاق وأخذ البنوة أو البركة منه. هكذا انتصر. يشبهها طبعا تشبيه واستعارة، هذا يشبه مارفرام، يشبه هذا النصر، نصر النينويين بتوبتهم، حيث أمالوا قلب الله ورحمهم وغفر لهم. خزي الشيطان مثل عيسو تلميذه، فبهذا النينويون أغزوا الشيطان، لأنهم لم يقفوا ضد إرادة الله ولم يعصوا أمر الله، لكن آمنوا به وطبقوا أمر الله. فأغزوا الشيطان مثل عيسو، الشيطان تلميذه، فعيسو كان طبعا إنسان شرير، فيشبهه مارفرام بتلميذ الشيطان. وانتصر هؤلاء مثل يعقوب النينويون. دعا الملك كبار قواته وخرج معهم يتفقد معسكره ومدينته، وأرسل الملك منادين ليدعو الجميع بقوة إلى التوبة. الأثيم ينزع إثمه لكي لا يغلب في هذه الحرب، يشبهها بالحرب، بالصراع.
الطماع يرذل طمعه لئلا يضعف في هذا الصراع. المخاصم يصالح خصمه ليرضي العادل. العادل بالصلح، من هو العادل؟ الله. لا يكون حقد في القلوب لئلا يتعطل الخلاص، وإلى آخره. طبعا مثل ما قلت ميامر أو مقالات طويلة. هذا هو الدور الثالث والأخير، الدور الثالث الذي يعطيه العهد القديم للآشوريين في الزمن السابق. في العهد القديم إذ كانوا هم سادة منطقة الشرق الأوسط وشعوب الشرق الأوسط كلها. نأتي الآن إلى الدور الآخر، والذي هو من نوع آخر، وهو أسميه الدور الإسكاتولوجي، أي الآخروي، في الآخرة للآشوريين. وكلمة إسكاتولوجيا هي كلمة يونانية مثل بقية المصطلحات العلمية والفلسفية. إسكاتون هي باليونانية الآخرة، إسكاتولوجي الآخروي. وسنرى ما هو. بالإضافة إلى ما تقدم، فإننا نرى أن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، هالمرة الجديد أيضا، يمنح للآشوريين دورا عظيما آخر يؤدونه في زمن الآخرة، ليس مثل ما أدوا أدوارهم في الزمن القديم، إنما في المستقبل. فمن ناحية نرى إشعيا يتنبأ بأنه سيكون للآشوريين دور في عملية المصالحة الكبرى التي ستتم بالرب يسوع المسيح بين تلك الأمم التي عاشت في الماضي في عداء مستمر مع بعضها، ألا وهي الأمة المصرية والأمة الإسرائيلية والأمة الآشورية. وغني عن القول بأن هذا العداء ما زال قائما حتى يومنا هذا، العداء بين هذه الأمم. فالجميع يعلم مدى كره المصريين للآشوريين، والذي انعكس بصورة جلية في عدم قبول الكنيسة القبطية للكنيسة الآشورية، حتى أنه كلاهما أصبحوا مسيحيين اليوم. فذلك العداء ما زال باقيا حتى يومنا هذا، وينعكس في كثير من النصوص والكلام والكتابات للكنيستين. فالكنيستين الآن هي التي تمثل كأنها هي وريثة المملكة القديمة، سواء للآشوريين أو للمصريين. فللآشوريين هي الكنيسة الآشورية وكنيسة المشرق اللي نسميها، والتي سميت النسطورية أيضا في كثير من الأوقات. والكنيسة القبطية تمثل المصريين القدماء. فانعكس بصورة جلية في عدم قبول الكنيسة القبطية للكنيسة الآشورية ورفضها المستمر للاعتراف باستقامة إيمانها المسيحي واعتبارها هرطوقية. فالمصريين يعتبرون إلى الساعة، الأقباط يعتبرون الكنيسة الآشورية بأن إيمانها هرطوقي خاطئ غلط، يكفرونهم. وكذلك فإن الكنيسة الآشورية تعتبر الكنيسة القبطية عائشة في ظلام، إذ أن هناك تراتيل عديدة في طقس الكنيسة الآشورية تعبر عن ذلك. هناك عندنا بعض التراتيل القديمة الباقية تعبر عنه وتقول: خلصنا يا رب من ظلام المصريين. ومن ناحية الأخرى فإن العداء الموجود بين هاتين الأمتين والأمة الإسرائيلية لا يحتاج إلى الدليل والبرهان. طبعا نعرف أنه أيضا سواء المصريين أو الآشوريين لهم عداء، وسواء الإسرائيليين في عداء بينهم أيضا. لكن قبل أن تسدل الستار على حياة البشرية الزمنية على وجه هذه البسيطة وتفتح على الأبدية، يتحول هذا العداء المستفحل منذ عصور إلى ود ومحبة وتعاون بين هذه الأمم. قبل أن تأتي الآخرة
يوم الدينونة، يوم الحشر والفشر كما يسمونه المسلمون. قبل ذلك اليوم سينقلب هذا العداء إلى ود وتعاون ومحبة بين مصر، الأمة المصرية والأمة الآشورية والأمة الإسرائيلية اليهودية، حيث يقول طبعا إشعيا النبي في ذلك اليوم، يتنبأ للمستقبل: في ذلك اليوم تكون سكة أو طريق من مصر إلى آشور، فيجيء الآشوريون إلى مصر والمصريون إلى آشور، ويعبد المصريون والآشوريون للرب معا، يعبدون معا، ومثل هسه كل واحد ضد الآخر. في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثالث ثلاثة مع مصر وآشور. إسرائيل يهود أيضا راح يكونون الطرف الثالث في هذا الود وهذه العبادة الحقيقية للرب. وبرك في الأرض، فيباركهم رب الجنود قائلا، يبارك جميعهم: مبارك شعب مصر وعمل يد آشور وميراث إسرائيل. هذا مذكور في سفر إشعيا العدد 19، الفصل 19 عفوا، الأعداد 23 إلى 25. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نرى الرب يسوع المسيح يتكلم عن دور آخر للآشوريين في المستقبل في يوم الدينونة نفسه، مو قبله، في يوم الدينونة، يوم الدين الكبير، حيث أن الرب يعطي للأمة الآشورية صلاحية أو دورا لمحاكمة ذلك القسم من اليهود الذين لم يؤمنوا بالرب يسوع المسيح إلى ذلك اليوم، رغم كل العناية والرعاية التي لقوها منه، وكل الآيات والأعمال الباهرة التي صنعها أمام أعينهم. طبعا المسيح معروف عمل كثير من أجل اليهود، سواء من خلال تعليمه لهم وإبداء الرحمة والشفقة عليهم وعلى مرضاهم وموتاهم ومحتاجيهم، لكنهم مع ذلك قسم منهم لم يؤمنوا، ليس جميعهم، لأن قسم كبير من المسيحيين الأوائل كانوا اليهود الذين آمنوا، ومنهم تلاميذ المسيح والآخرين الذين كانوا معه، حيث يذكر لنا سفر أعمال الرسل، وهو الكتاب الخامس بين كتب العهد الجديد، والذي يتحدث عن عمل عن طريقة التي قام تلاميذ المسيح 12 باستعمالها لنشر تعاليم المسيح، لنشر الديانة المسيحية إن صح التعبير، بين اليهود نفسهم وبعده بين الأمم الأخرى. إذ أن الآشوريين سيبكتون. ما هو هذا الدور؟ أن الآشوريين في ذلك اليوم سيبكتون الإسرائيليين على عدم إيمانهم، ولسان حالهم يقول: أنتم أيها الإسرائيليين لم تؤمنوا بالرب يسوع بالرغم من كل ما رأيتموه بأعينكم ولمستموه بأياديكم من أقوال وأعمال تثبت ما كان أنبياؤكم قد سبقوا وأعلنوها عنه، عن المسيح، لآبائكم. مع كل ذلك لم تؤمنوا به، في حين نحن النينويين آمنا وتبنا بمجرد أن الرب أرسل لنا إنسانا، لم يأتي لنا بنفسه، ولكن أرسل لنا إنسانا بسيطا وغريبا. طبعا ما كان يعرفون أهل نينوى من هو يونان، فجاء ليبلغنا رسالة الله. آمنا نحن بالله وتبنا ورجعنا وغيرنا طرقنا وسبل حياتنا.
أما أنتم بالرغم من نظركم ومن لمسكم كل الأعمال التي عملها يسوع المسيح أمامكم لم تؤمنوا ولم تريدوا أن تغيروا طرقكم. فيقول في إنجيل لوقا: رجال نينوى سيقومون، يقول المسيح طبعا، رجال نينوى سيقومون يوم الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم رجال نينوى تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان ها هنا وأنتم لا تؤمنون. هذا مذكور في إنجيل لوقا الفصل 11 العدد 32. بهذا أأتي إلى نهاية كلامي وأختم راجعا المعذرة للإطالة، طبعا طال كثيرا، ساعة و26 دقيقة، فأطلب المعذرة للإطالة، وأرجو وأأمل أن أكون قد أوصلت الفكرة. ومن جديد أطلب من الجميع أن لا يغضبوا أو يزعلوا من هذه، لأن هذا هو التاريخ، هذه هي الحقائق. طبعا عدا أولئك الذين لا يؤمنون بالكتب المقدسة بهذه التواريخ، هذا بحث آخر. ولكن أرجو أن الجميع يستفيدوا من هذا الأمر. أشكركم وأرجو أن ألقاكم في أشرطة وحلقات أخرى.